يخص التقارب الأخير بين حكومة دمشق وأنقرة، وليس لها أي صلة بخدمة الشعب السوري. على العكس، إنما تخدم مصلحة دولة الاحتلال التركي في الدرجة الأولى، ومشروعها الديمغرافي السورية بإعادة توطين اللاجئين بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التركية. كون أردوغان من يعاني من أزمات داخلية في الوقت الحالي، ويسعى من خلال ذلك التقارب لإفراغها على حساب الشعب السوري، وحكومة دمشق تؤدي بذلك. ونحن نؤكد بأن هذا التقارب ليس لسوء أهداف وغايات تفعلها تركيا، وهذا الأمر لا يعطي الثقة بها، كونها قامت بخرق الاتفاقيات المعارضة وفصائل الإرهاب التي كانت داعمة لها عند أول فرصة لمصلحتها، حيث أنها لجأت بسياسة التقارب في الوقت الحالي بسبب الضغط الذي تتلقاها من شعبها والمخاطر التي تخشاها على نفسها، وليس لحل الأزمات السورية، لأنها هي الشريكة الأولى لإطالة الأزمة برأينا. وهذا التقارب غير واقعي وغير منطقي من الطرفين، سواء كانت حكومة دمشق أو أنقرة، فالاثنين يسعون لمصالحهم الشخصية دون النظر في أي أهمية مصالح الشعب السوري وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. والدرجة الثانية هي محاربة مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب. وشكرا. يحيى العلي، رئيس فرع حزب سوريا المستقبل من المنطقة الشرقية مدينة هجين. طبعا تعقد الاجتماعات بين الدولة التركية وحكومة دمشق في الآونة الأخيرة بوساطة روسية، وتبذل جهود لتعميق التقارب ليكون الشيء الوحيد الذي يمكن الاتفاق عليه هو القضاء على الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وضرب مشروع الأمة الديمقراطية الذي يمكنه حماية وحدة الأراضي السورية التي يسعون لتقسيمها. ومن أبرز الأسباب التي جعلت حكومة أنقرة تلجأ لسياسة التقارب بدلا من العملية العسكرية التي كانت تهدد بها المنطقة واستيائها من دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية، أملا من أن تحقق تحالف تركي سوري تثبيت وجود عسكري في مناطق خفض التصعيد، لأنها مضطرة على ذلك في الوقت الحالي بالتزامن مع اقتراب وقت الانتخابات التركية والضغوط الداخلية التي يمر بها أردوغان. ونحن كأهالي إقليم دير الزور نرحب بالموقف السعودي المصري الذي رفض أي تهديدات عسكرية تمس الأراضي السورية، وندعو جميع الدول العربية والغربية في المضي قدما في العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية، كما نؤكد أن على حكومة دمشق التوجه نحو الإدارة الذاتية وشعبها السوري بدلا من التوجه نحو الاحتلال التركي، وأن علاقات الدولة التركية مع حكومة دمشق ليست من أجل السلام فقط، بل من أجل المصلحة الشخصية. وشكرا.